السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، بقالي كتير قوي مش بنزل فيديوهات على القناة اللي هي القديمة دي. ان شاء الله ننزل فيديو مع بعض حلو قوي يعجبكم. هنسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف احنا هنعمل ايه. انا هوزن هنا نص كيلو دقيق اسبونج 500 جرام. الدقيق اللي انا شغالة بيه دريم. بجيب الشكارة ب540 جنيه، واحط عليهم 6 بيضات كبار كده يكونوا حلوين. كنت عجنة قبل كده، يعني عشان الحلة مش نضيفة، كنت عجنة شغل قبل كده، بس انا حبيت ان انا اصور بقى الفيديو ده معاكم وكده. حطيت فانيليا، حطيت معلقة محسن كبيرة كده حلوة مليانة زي ما انتوا شايفين اهو، واحط نص كوباية مية. هضرب كل الحاجات ديت في قلب العجين. نص كوباية مية اهيت. بعد ما الخليط اتضرب معايا، حطيت معلقة كاكاو كده، ولما صلي على النبي حطيته في الصينية المستطيلة الوسط. دي الصينية المستطيلة الوسط خدت نص كيلو وخدت 6 بيضات، ما شاء الله الارتفاع بتاعها هيبقى حلو قوي. وزي ما قلت لكم دريم اصلا الاسبونج بتاعه حلو قوي، بيبقى ارتفاعاته عالية وما شاء الله. جميل الاسبونج بتاعه جميل. حبايبي بقى اللي بيشوفوني هنا ما ينسوش بقى يخشوا لي على قناتي الجديدة تورته اونلاين. قناة حلوة قوي، عليها فيديوهات كتير، كل يوم بنزل عليها شغل. كل يوم بنزل فيديوهات جديدة وعروض جديدة عليها. فحبايبي بقى اللي هم بيتابعوني هنا يخشوا لي، حتى نفس الصورة تحت القناة دي، حطها على نفس الصورة على القناة الجديدة، وبحط الفيديوهات على المنتدى. فما تنسوش بقى تخشوا تدعموني عليها كده عشان ربنا يكرمني وقناة تكبر وكده. خلاص بقى كده كان تاني يوم. ما شاء الله زي ما قلت لكم الاسبونج طالع بسم الله ما شاء الله حلو قوي. قشرته كده، هقشر بقى الجناب كده وهقشر الوش. بقالي فترة طويلة مش بنزل هنا فيديوهات خالص. بقالي حوالي اسبوع تقريبا كده، بقالي اسبوع ما نزلتش فيديوهات هنا على القناة هنا. فقلت بقى انا بقالي فترة طويلة فلازم بقى انزل فيديو حلو كده. ان شاء الله الفيديو ده حلو قوي. الطريقة بتاعته جميلة، الاسبونج مقادير الاسبونج حلوة قوي، مطلعلك اسبونج عالي وجميل بس لو دريم. الاسبونشات التانية انا جربتها ما بتطلعش الارتفاع ده. يعني لو انت عندك دريم هيطلع لك الارتفاع اللي انا شغاله بيه، لكن غير كده هيبقى الارتفاع اقل. هيبقى الارتفاع بتاع التورتايه اقل من كده، لان بسم الله ما شاء الله دريم حلوة قوي ما شاء الله عليه، يعني اسبونج جميل قوي. ما جربتش البني، انا جبت الابيض بس، يعني جبت اللي هو فانيليا بس. كنت قعدت فتره كده مش لاقياه، قعدت يجي اسبوع كده مش لاقياه، وكنت بجيب اللي هو اسمه ايه على طول ناسيه اسمه. دكتور بيكر دوت ما كانش بيديني ارتفاعات خالص، يعني كان دي لو هتديني 4 طبقات التاني كان بيديني 3 طبقات، وبرضه بحط ال6 بيضات. قطعت طبقتين على رقم 7 وطبقة على رقم 8. شايفين ما شاء الله الارتفاع بتاع الطبقات عامل ازاي؟ بوريهولكوا اهو. حلوة اوي الارتفاع بتاعها. القاعدة دي انا حطاها 30 في 40. القاعدة اللي انا حاطة عليها 30 في 40. القواعد دي انا بشتريها كده بالكيلو، ما بجيبش فرداني خالص، بشتري بالكيلو، بجيب الكراتين اللهم صل على النبي 100 كرتونة. يعني لما بجيب بقى بجيب مقاسات مثلا 25، 30 في 30، بشتري بالمية. وبشتري برضو القواعد بالكيلو. لو هجيب فرداني بيبقوا غاليين، بيبقوا غاليين، فانا ما بقتش ارضى اشتري فرداني، بجيبهم كده كل شهر. مثلا بجيب كمية كل شهر كده وبركنها عندي. حطيت بقى التورتيه دي خدت مني كوباية الا ربع كريمة. رغم هي التورتيه عالية وكبيرة ماشي، بس انا بقيت اقلل الحشو من جوه، بقيتش احشي كريمة كتير زي الاول. تاني حاجة
الكريمه بتاعتي بتقبل ميه، يعني الكوبايه ساعات بحط لها كوبايتين ونص ميه، كوبايه الكريمه وبتبقى لسه تقيله ما شاء الله. وبحط لها معلقه باستر كبيره، وبحط لها نص كوبايه سكر، ربع كوبايه سكر، يعني بحط ربع كوبايه سكر عشان ما تبقاش التورتيه مسكره قوي. فالكريمه اللي انا شغاله بيها بجيبها ب320 جنيه، يعني هي بترمي معايا، بتقبل ميه كتير لانها كريمه من الاصليه. المتحده خام، فما شاء الله عليها بترمي معايا. يعني الكوبايه التورتيه دي خدت مني كوبايه الا ربع. وشايفين برضو الكريمه من فوق عامله ازاي. هجلسها بقى كويس اوي زي ما انتوا شايفين كده. فكل ما بتجيبي كريمه نضيفه، هي بتبقى غاليه بس بترمي معاكي، يعني انت بتوفري مثلا ان التانية رخيصة 50 جنيه ولا حاجة، بس ما بترميش زي دي. عشان انا جربت اللي هي توب دي، اللي هي هايبر توب، لكن دي ما شاء الله بجيب مثلا نص كيلو لو هطلع 5 ترات ولا حاجة بيقفل الشغل كله. تورتيه زي ديت لو الكريمة اللي هي التانية اللي هي سعرها 250 هتاخد لها حوالي كوباية، كوباية ونص، هتاخد كوباية ونص. لكن ده عشان ما شاء الله بترمي معايا، بتملالي الكوباية، بتبقى حلة العجان قربت تتملي. جلست بقى التورتيه زي ما انتوا شايفين اهي. هسوي بقى سطح التورتيه كده من فوق. التورتيه دي كنت عاملاها على القناه الجديده، فاتطلبت مني، يعني اتطلبت مني، نزلت الصوره بتاعتها على الصفحه عندي على الفيسبوك، فاتطلبت مني نفس الشكل بس التانية عليها صوره، بس دي ما عليهاش صوره. يعني هو قال لي انا عاوز زيها كده، بس ما بعتليش صوره ولا حاجه. فانا قلت بقى انا مصوراها على القناه التانية فهصورها لكم هنا بقى، بس هنا انا عاجنه فيها، لكن على القناه الجديده انا ما كنتش عاجنه. ما كنتش عاجنه الزبونش معاهم يعني. فما شاء الله تورتايه حلوه قوي، مشغله اليومين دول، مطلوبه مني على طول. مقاسها حلو، بتقضي حوالي 20 فرد واكتر كمان، لان ما شاء الله الارتفاع بتاعها حلو قوي، 3 طبقات بسم الله ما شاء الله عاليين. هنا بقى عملت الجناش وسبته برد كده شويه. الشوكولاته اللي انا عامله بها الجناش سما ما شاء الله، القوام بتاعها حلو قوي، بتتقل كده معاكي وبتبقى جميله ولونها في لمعه كده. انا بحط الزيت اصلا عليها خالص، انا بسيحها كده بميه وخلاص. حطيت هنا مربى حليب. عودي نفسك دام هتحطي مربى حليب ما تحطيش اي جناش فوق على التورتايه الا ما تحطي مربى الحليب، لان الجناش بيزحلق الحاجات دي. روزتات اي حاجه تحطي الاول وبعد كده تحطي الجناش. حطيت بقى في الجزء ده كده. ممكن تحطي المقادير دي في الصينيه الكبيره، بس مش هتبقى ارتفاعها عالي، هتديكي طبقتين يعني. لو انت عاوزه التورتايه هتطلعها طبقتين بس، ممكن تعملها في الصينيه الوسط الكبيره اللي اكبر من دي، اللي هي بيتقال عليها 30 في 40. بس هتديكي طبقتين او 3 طبقات خفايف، يعني مش هتبقى بالارتفاع اللي انا عاملاه ده. حطيت بقى هنا جناش وهنا جناش. هنا هحط بقى الشوكولاتات بتاعتي كلها في المكان اللي انا حاطه فيه مربى الحليب، والمكان التاني هنكتب فيه الاسم. عندي شوكولاتات كده انا اللي عاملاها مسيحاها كده ورش عليها الكريسبيات والحاجات دي، بتدي شكل حلو قوي كده وبتخلي التورتيه شكلها جميل. ودي برضو قلوب كده انا مقطعاها، برضو مسيحه الشوكولاته ومقطعاها. حطيت هنا معلقه شويه شبابيك كده، موجوده عندك بقى حطيه. التورتيه دي قبل ما انسى طلعتها ب300 جنيه، لو عليها صوره هطلعها ب330 جنيه، اللي هي الصوره اللي غير قابله للاكل. فهي كده لوحدها من غير صورة ب300 جنيه. عاوزة انت تطلعيها باكتر حسب المكان بقى اللي انت فيه، والله تستاهل 350، يعني هي بالارتفاع ده وبالشكل ده تستاهل 350. بس هي حلوة برضه، ده انا ليا فيها مكسب حلو، فالحمد لله يعني راضية ومبسوطة والحمد لله. ده كان شكلها بقى بعد ما كتبت الاسم عليها. ما شاء الله كانت شغلها رقيقة. واحط بقى شوية كريسبيات بس كده عشان خاطر تبان معايا الحاجات الشوكولاتات دي عشان قافلة خالص، فقلت احط شوية كريسبيات بيضة كده عشان ايه تبين. يا رب يكون الفيديو عجبكم، استنوني بقى ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامة.